لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 423 لواني كاين تفسير القرآن بيروزبيم وخزمتان بمبستي رزامندي خواهي قوري وهيوادان اوي آزي سودي لور بقرن. برزان لخزمت آياتي سي لسورة المائدة كخواهي قوري سبحانه وتعالى باز لوشتان لك كلماني حرام كردية وكو لوانين رابردو دسمان بيكر حرمت عليكم الميتة والدم أو دومان باسكر كواتا ويليتا حرام كرا يكميان مردار بوا ودوميان الدم كوكتمان أو دميك ياخد أو خوينيك ومسفوع حواتا لبري دروا كاتك واسري حيوانيشي حلال سرد بري أو خينيك لبري دروا حرام خوارنوي باشان ولحم الخنزيري كواتا سيمشت كخواي يقول له آتدا فرمي ليتان حرام كرا گوشتي براس كذا فرمي گوشتي براس ديارة همو أوشتاني بابرين نكر گوشتكي گوشتو بزو هموش تكاني ليمان حرامة ديارة كالوكلواني رابرش باسمك همو أوشتاني كخواي يقول ليمان حرام كردية بالتأكيد زرري هي أوشتلبو ما لبو دنيا وقيامت من يتر وكو معلومة گوشتي براس شتيشي بيسا وهروها براز ست طبيعات خراب هي تيدا يتركوا هندق لزانا دفرمون خواردني گوشتي هر حيوانك طبعي او حيوانه لبو او كسيك وادي اخوا نقل دبيتن يتر يقلوشتاين كلام حرام كرا گوشتي برازه وكو تسندين بلقي لسنه زوكو زانان بوشوي باسي دكن لحم الخنزير يعني انسيه ووحشيه واتو برازه كوا چیویه یاخود او برازه کوا ده بابلین دشت چیو یاخود دکری بکریت انسی و تبحویت و کل لا اوانی کوا پیان و حلال بخیوی دکن و هر وقتی که دفن لحم الخنزير يعم جميع اعضاء اجزائه و تهمو بشکانی خنزير براز دیمان حرام حتى الشحم حتى بابلین سوراتیکی لصحيح مسلم ده هاتي بريدي كري خصيب أسلمي ده جرت خالي رازبي تفرم بيان صلى الله عليه وسلم فرموي من لعب بالنرد ياخذ بالنرد شير نرد زاري بيد قهري بزماني كردي خمان أو كوا طاولة اشتواي بيد كان يتر أو زاري كدي هابين بيان صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد ياخذ بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه هركسي جما بزار بكاتن وكو اويا كوا دستي لناو گوشتي براز بني ياخد دستي لناو خيني براز بني او زانا دفن فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس اگر بس مجرد دستي بكي او اند بيسا فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به كواتا اگر بس دست ليداني او ها بيز بكوا كسي ك بيشبهيني بويكا اويكا وقمي بنرد دكا واتبزار دكات مكو دستي لناوخين وقوشتي براز نابي واتشتيشي بيسا يعني واي فرموكا انسان بيزي لوي بيتو قمي بزار بكا ديكواتو بلغير سروي قوشتكي اويكا ديخوا زور شتيشي بيسا وهروها بلغير سروي كوا جميع الأجزاء من الشحم وغيره كواتا همو بشكاني او حيوانك برازة هموي بيسا ولحديثك ذاك ولا صحيحين ده هاتيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي إن الله حرم بيع الخمر خواهي قول سبحانه وتعالى حرامي كردية كوا عارق بفروشري والميتة حيوان مردار بوا والخنزير
وهروها براز بفروشري والأصنام وهروها بتو صنم كذا برسرين. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله أدي أجر بس بزكي حيوان مردار بوا فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس بس شحمكيو بزكي بفروشري لبروي كشتيكاني بي تطلى واتوكبلي بي تصور دكري وهروها بيستي بي تصور دكري ويستصبح بها الناس واتا وكو زيتك خلق بكاري دين لفتي لوم ومكانيا لبو روناكردنوا خلشي بكاري دين دكري بيكرين وبيفروشين. فقال لا هو حرام كواتا ما دام خودي اشتكي حرام كرين وفروشتنيش لسري حرامه. باشا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وهروها يقلو شتانك وأخواي يقول لهم ليتان حرامة وما أهل لغير الله به واتلكاتي سر برينكي ناوي غير خواي لسر هندرايا كواتا سريش برايا بلام ناوي غير خواي لسر هندرايا أويشيان يكلو شتانك وليمان حرامة. أي نودي عليه بغير اسم الله واتا لكات سربرينكي غير نابي الله هاتيا إهلال اشتيا رفع الصوت واتا دنك برز كردنوا. وكان العرب في الجاهلية يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح كواتا بابلين مشركة كان لكاتي جاهلية كاتك وحيوانشان سرد بري نابي بتوصل مكانيا لسرد هنا كواتا هر حيوانك كاتك وسرد بري لجاتي بري بسم الله ناوي غير الله لسر بهندريتن عيني أجر سرج ببري أواق واشتكي حرامة. ابن كثير رحمة خوالي بي دفرمي أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام. هر حيوانك سر ببري ناوي غير الله لسر هاتبتا حرامة لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. لبرو خواي سبحانه وتعالى أو حيواناني كوا حلالي كردي قوشتكي بخون واجبي كردي لسر مان كاتك كوا سر دبرين بيويست لسر ناوي الله سر ببردرين. فمن عدل بها عن ذلك أوي كوا لا بدا لو حقته ناوي الله لسرنيني وذكر عليها اسم غيره ناوي غير الله لسربيني أو ذا ناوي صنمك يا ناوي طاغوتك يا ناوي وثنك يا غير أوشتان المخلوقات فإنها حرام بالإجماع بإجماع علماء كسيك حيوانك سربري ناوي غير الله لسربيني بالتأكيد بإجماع علماء حرامة. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية علماء أجر خلاف يعني هبي لسر أجر بيتو كسيك حيوانك سر ببري أجر بسم الله لسر نكرابي أو كسيك كسرش دبري مسلمان حكم كيتيا إما عمدا وإما نسيانا أو زبالة بيرتون بي بسم الله لسر نكردي أو كسا مسلمانا يعني بمتعمدي بسم الله نكردي حكم كيتيا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام إن شاء الله. وكذا لله سورة الأنعام لون دري بالتفصيل بس لو ذكي كأجر كسر ناوي غير إخوة سبحانه وتعالى يأخذ ناوي إخوة نيني لسر حيوان كسر دبره بخوش مسلمانة حلال يعني حرام أو لون دري كاتا خلاف علماء لسر أوي أجر مسلمانك حيوانك سر ببري بلام ناوي إخوة يقول لسن حلال حرام بلام هموي متفقا لسر أوي أجر ناوي غير الله لسر به بالتأكيد حرامة. لحديث يقدا كأبو داود رواية دكا لابن عباس خوي يقول لخوي باب رازي بدفرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعرابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي لو حالتك كذا كبي قلت معاقرة الأعراب أعراب عند اشتكان معاقرة الأعراب تسير خطابي وغير خطابي دي معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه دوكس بكون منافسة لقل يكتري وكبلي منافسة ومسابقة بكان هر يقلوان فخر شانازي لسر أبي تركا كامان لكامان سخيترا فيعقر كل واحد عددا من إبله دارو بيشتري باوة كسيق لبرانبر كسيق ديتا ميدان تشيلوي كسخيترا هر يقلوان جماريق لحشتر ديني سردبري بس لبو منافسة مقابلة كي فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا شي هالوانا زياتر حيوان حشتر سرب بري كوات أبيان برديتيوا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها يتر
پیان صلی الله علیه و پی ناخوش بو او گوشت مکروه بخوره لأنها مما أهل به لغير الله لبروي براسي سر بالراية وكو أويك وأهل لغير الله ناوي غير الله لسر هندراية بس بكو فخر الشانازي لبو مقابلة كي منافسي كرديا سر بالراية لو پیان صلی الله فرمويتي نهي لي كرديا لو حشتريكوا بفخر الشانازي سر دبري لبو منافسي بين يكتري لحديث يشيدك أبو داود وإمام أحمد رواياتي كده ابن عباس خواه يقول لأخوي باب رازي بده فرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا لوي كوا خواردني أو دو كسي كمنافسي يكتري دكن لخواردن أو خواردني أوانا بخري واتا منافسي أمن دعوتيش قولتر مكر والله أم دعوتيش قولتر مكر في أصلا نهي كرديا أو خوارد نسر بخريتن وكو إمام أحمد داري يعني المتعارضين بالضيافة فخرا أو رياء واتدوكز منافسة يكتري دكن لو كوات شي ضيافة زياتر دكا أجب فخر شانازي هم برياي أبو سليمان خطابي دل المتباريان هم المتعارضان بفعليهما واتأدو كسيكوا بكر دوكان معارضي يكتري دكن ليرى أيهما يغلب صاحبه تاوكبين دري كاميان دباتو لو يتريان وإنما كره ذلك لما فيه من المباهات والرياء لويا دفرمي في صلى الله عليه وسلم لا مكروه بو قد غي كردي أو نوع خواردنا بخوريتن دبري براستي أو دبيت ما يوزياتر أو كسفخر بخوبكا ريايبكا وقد دعي بعض العلماء فلم يجب هندق لزانا بانكرين لبو أو زور دعوتي كوا زاندرا منافسيتي ذلك المقابلكي ولامي ندايته مع العلم ولام دانوي دعوة واجبة ولام كاتك وازايت لبو منافسو لبو مباهاتو فخر شانازيا ني خواردي ونتسوى فقيل له إن السلف كانوا يدعون فيجيبون فيقول رأي باشا بياواني السلفي أو أمتي بانكرين هاتين أتلونا فقال كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة أو أن بانك دكران لبو برايتي ولبو بجيري يكتر لو يدتون وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة بلام أورو أنقول منافسي يكتري ولبو فخر شانازي ديكن لو ينسوى قال الإمام وروي أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام فأجابا عمر وعثمان خوان لرازبي بانك دكران لبو خوادينك ولام ددنو درون فلما خرجا كاتك ودردس لوي قال عمر لعثمان إمام عمر مع عثمان دفن خوان لرازب لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده سوين لخواردنك آماده بوين بيم خوش بخوزقالي وين أبوام قال وما ذلك لبرتي قال خشيت أن يكون جعل مباهاة لو يدرسين بس لبو فخر شانازي أو خواردني كردبي وهدوا بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي وقال المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما أوانيك منافسي يكتريدكن لبو أويك كاميان سخيت لو دعوتي ذات الدكا أهو والله نادرين أو خوارنكش ناخوري وهروها لحديث ذاك إمام مسلم رواية كردية إمامي علي خويل رازي بدفرمي بيغم صلى الله عليه وسلم فرموي لحديث جدريج ده مقطع لو دفنوي لعن الله من ذبح لغير الله خواي قول لعنتي كردية سبحانه وتعالى لعنتي كردية لكسك كوا حيوانك سرب بري لبو غير الله ببي غير ناوي خوا سري دبري إتر وما أهل لغير الله أوي كوا لمن حرام كده مردار بوا خينك كوا لبر دروا وهروها گۆشتی حشتر و هەروە ئەو حیوانێکەوە غەیری ناوی خوای لەسەر هێندرایە والمنخنقة و هەروە یەک لەوانەیەکەوە لێمان حرام کرا المنخنقة منخنقة واتە حیوانێکەوە خنکایە وهي التي تموت بالخنق ئەوەیکەوە بە خنکان دەمری إما قصدا وإما اتفاقا واتە بە متقصدی کەسێک بێ بیخینچێنی ياخذ اتفاقا وارق دكيو مثلا لو بتيكوا لمليتي او حيوان خوي بآلين لشتي كل نتيجه داب خنشي او شق لو حيوانانه كوالي من حرام كرا او زمر بي بزن بي رشا ولاغ بياخذ حشتر بي ما دام بخن كان مردي عيني حكمي ميته وحرامه وارها لباشوي والموقوذه وارها موقوذش لمن حرام كرا موقوذتيا يعني المقتوله بالخشب واتو حيواني كوا كجراية بتي بدارق ليدراية وكان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصي أهل الجاهلية
ئیوا هەبوو بە دارێک لەسەری حیوانەکەیدا دەیکوشت حتى إذا ماتت أكلوها كواتا كاتكوا دمر أو زاد أنخوار الموقوذة لوقذ هاتي وقذ ذوات شدة الضرب واتا لدانش بقوة كوات أو حيواني بل دانك دمري أين أيشان حرامة لحديث ذاك إمام البخاري ومسلم وهو الترمذي نسائي وابن ماجه وإمام أحمد رواتيان كلا عدي كري حاتم خويل رد فرمي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض برسام لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لو حيواني كوا راو ما كردي برام بسي بمعراض معراض تيا سهم لا ريش له ولا نصل وتتيرك برامنا نوتشي هي تيج بيتن نا ريششي لفشتو هي فقال ما أصاب بحده فكله واتأو تيرا أجر بتيجايكي بسرتيجكي بحيوانك كتكراوت كردية أو بيخو واتحيوانك بسرتيجكي كشت بيخو وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد برام أوي بباناتي بيدكوي ديكو جيتن أو وقيذة موقوذية لو حالتي ميخو فرمي فلا تأكل وقيد ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له واتأوي كوا ببردي كجرة ياخذ بداري كجرة كوا تيجاتينية أو بيغوتري موقوذة أو حيواني كوا بو الشيودة كجرة موقوذة فلا تأكل في روايات كل ما خزق وما أصاب ياخذ كل ما خزق أوي كوا أو حيواني كوا بشتي كجرة كشتيك تي هاويشتيا كوا كوني كردية وكو تيريكا وكو في شكيكا وساتميكا أو دكري بخوري مادام راوت كري بوشي طبعا بوشي وازي كدين دواتري باسي دكين لأحكام راو كردن أو هر شتيك بشتيكي تيج كجرا بهر حيوان بشتيك تيج كجرا أو كل بيخو وما أصاب بعرضه أي بغير الطرف المحدد فلا تأكل برام أوي كوا بباناتي أو تيرا وياخد بهر شويكو بدارك ليدرا أو ميخو لبروي موقوذة كواتا موقوذش كلمان حرامة أو حيوانية كوا بضربيتش بقوة ليدرايا بدارك ببردك بأصنيك بشتيك تيج نبوة كوا وكو في شك بي ياخد وكو سهميك بي وكو تيريك بي لو حالتي موقوذش يك لو حيواناتانية كوا بليدان كجرايا بليدانش عيني في أصلا صمد فرمي حرامة ياخذ خوي قول سبحانه وتعالى دفرمي حرامه ولا حديثك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي حرامه ميخون يتديارا جور كان تريج ما برام ليردا كات تواو دبي ببشتواني خوي قول لواني داهاتو دينو خزمت واتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.